في بلد كالصومال ليس مستغربا أن يحمل نصف عدد رؤسائه صفة المؤقت أو أن تمر بضع سنين والصومال من دون رئيس يحكمها. لكن في كل الأحوال لو عدنا إلى مرحلة ما بعد الاستقلال نجد أن أول من حكم الصومال هو الرئيس آدم عبد الله عثمان، الذي بدأ المسيرة عشية الاستقلال عام 60 كرئيس مؤقت لسنة واحدة، ثم أعيد انتخابه رئيسا أصيلا ل6 سنوات. يقال إنها فترة اتسمت بالديمقراطية المفتوحة والتعددية الحزبية. في عام 67 هزم عثمان في الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه عبد الرشيد علي شرمركي القادم من أسرة وصفت بالأرستقراطية. في عهد شرمركي الذي استمر نحو عامين دخل الصومال في مرحلة من الفوضى، كان الرئيس نفسه ضحية لها في عام 69 حين أقدم أحد حراسه على اغتياله. وبعد أيام على اغتيال الرئيس شرمركي نفذ محمد سياد بري انقلابا عسكريا في أكتوبر من عام 69 وأعلن نفسه رئيسا للبلاد. في نظر الكثير من الصوماليين يعتبر سياد بري باني الصومال الحديثة، حيث اتسمت فترته بالتحولات الكبيرة، لكنه دخل في حرب مع أثيوبيا عام 78 لاستعادة إقليم أوغادين لكنه خسرها. في أوائل التسعينات انفجرت في وجهه الثورة القبلية فاضطر للخروج إلى كينيا بعد أقل من عام، ومنها إلى نيجيريا حيث وافته المنية. بعد سياد بري جاء عهد الرئيس الرابع علي مهدي محمد الذي كان اختياره ثمرة لمؤتمر مصالحة عقد في جيبوتي عام 91. وبعد أشهر من تسلمه المنصب انفجرت الحرب الأهلية واحتدم الصراع بينه وبين خصمه محمد فارح عيديد لتتبدد معها مظاهر السلطة المركزية. بعد الرئيس مهدي محمد يمكن القول أن الصومال لم يعرف رئيسا أو حكومة بالمعنى الفعلي، وظل الأمر كذلك إلى عام 2000 حين انتخب عبد القاسم صلاد الذي حظي بالاعتراف الدولي والعربي، لكنه لم يتمكن من فرض سلطته بسبب معارضة أمراء الحرب له. في عام 2004 انتخب عبد الله يوسف بعدما كان رئيسا لإقليم بونتلاند. خلال سنوات حكمه خاض مواجهات مع ما عرف في ذلك الحين بالمحاكم الإسلامية. وفي عام 2008 قدم الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد استقالته قائلا إنه أخفق في تحقيق السلام لبلاده. ثم جاء عهد المحاكم الإسلامية بقيادة شيخ شريف شيخ أحمد الذي أصبح فيما بعد رئيسا للبلاد في عام 2009، وتحول من زعيم لأحد الأقوى الحركات الإسلامية في الصومال إلى خصم لعدد من تلك الحركات التي باتت تنظر إليه كعدو لدود تجب محاربته.